السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من قناة المدرج الأهلاوي. أهلا وسهلا بكم. وقبل ما نبدأ انتوا عارفين هتعملوا ايه؟ اللايك الجميل والاشتراك الأجمل، ويلا بينا نبدأ الحلقة. الكابتن محمود الخطيب بيتنازل عن صلاحياته بالنسبة لإدارة قطاع كرة القدم بالنادي الأهلي للكابتن محمد رمضان المدير الرياضي في النادي الأهلي. خطوة مفاجأة بصراحة إن الكابتن محمود الخطيب يعمل كده، وهل الموضوع له أبعاد تانية؟ ويا ترى لو ليه أبعاد تانية هل تكون أبعاد صحية ولا أبعاد سياسية؟ كلنا عارفين إن الكابتن محمود الخطيب مش في أحسن حالاته الصحية بقاله فترة، ودايما في رحلات علاج في ألمانيا من وقت للتاني. الغريب كمان إن في نفس اليوم اللي الكابتن محمود الخطيب بيعلن فيه إنه بيتنازل عن صلاحياته في إدارة قطاع كرة القدم في النادي الأهلي للمدير الرياضي الكابتن محمد رمضان، إن في كلام دلوقتي إن قانون الرياضة الجديد عايزين يعدلوه ويرجعوا تاني لبند ال8 سنين من تاني. ولو اتطبق القانون ده بأثر رجعي معنى كده إن مش من حق الكابتن محمود الخطيب ومجلسه بالكامل إنهم يترشحوا لولاية جديدة في إدارة النادي الأهلي. وأنا شايف إن الموضوع ده جيم سياسي بحت، عشان مش من الطبيعي إن يكون عندك مجلس إدارة للنادي ومحقق كل الإنجازات الرياضية دي على الصعيد المحلي والأفريقي والعالمي، ده غير الإنشاءات الرياضية وآخرها الاستاد، وفي وسط كل ده يبقى عايزين نرجع قانون الرياضة من تاني. واللي بيمنع إن أي مرشح بالقائمة بتاعته يترشحوا أكتر من دورتين. ومفيش دولة في العالم مطبقة القانون ده غير بلدنا الحبيبة اللي بيتقال فيها إن النادي الأهلي نادي الدولة. الدولة اللي فيها رئيس الوزراء كان لاعب كرة يد في نادي الزمالك، ووزير الشباب والرياضة كان لاعب كاراتيه برضه في نادي الزمالك، وعندك كمان رئيس اتحاد الكورة ورئيس رابطة الأندية زملكاوية، ده غير الإعلام الرياضي اللي 80% منه محسوب على نادي الزمالك. وبحسبة بسيطة كده كل متخذ القرار في الدولة بشكل عام وفي الرياضة بشكل خاص زملكاوية بنسبة من 60 ل 80%، وفي الآخر يبقى النادي الأهلي نادي الدولة. طب إزاي؟ وماتش القمة الأخير كان باين إنه هيبقى ليه توابع، وأولها ضرب وهدم كيان النادي الأهلي، والحمد لله إن الأشخاص هي اللي بتتغير وبتروح وبتاجي، وزي ما كان في الكابتن صالح سليم والكابتن حسن حمدي والمهندس محمود طاهر ومن بعدهم الكابتن محمود الخطيب، وكلهم عملوا انجازات وكل واحد فيهم سلم الرايه للي بعده علشان يكمل على اللي بناه. ودي ميزه النادي الاهلي، ان الاشخاص بتتغير بس المبادئ والقيم بفضل جمهوره مش بتتغير ابدا. ونرجع تاني بقى ونشوف ايه اللي هيتعمل في وجود الكابتن محمد رمضان المدير الرياضي. دلوقتي هو هيكون مسؤول عن ملف اللعيبه اللي هتمشي واللعيبه اللي هتجي بالكامل، ده غير التعيينات وتشكيل اللجان، يعني سلطه بالكامل على قطاع كره القدم بالنادي الاهلي، اذا كان الفريق الاول او قطاع الناشئين. والاهم بقى دلوقتي مصير مستر كولر معاه، علشان معروف عن الكابتن محمد رمضان انه مش متقبل فكره وجود مستر كولر في الاداره الفنيه للنادي الاهلي، وباين قوي من ساعه ما الكابتن محمد رمضان اتعين في منصب المدير الرياضي، وبقى في احتكاك بينه وبين مستر كولر، وان الامور ما بينهم مش في احسن حاجه. وفي حلقه انا كنت عاملها قبل كده على رحيل او بقاء مستر كولر في الاداره الفنيه للنادي الاهلي، هتلاقوا لينكها في الوصف، يا ريت تشوفوها. ونتمنى ان تكون الخطوه دي خطوه جديده في تطوير قطاع كره القدم في النادي الاهلي، وتكون بدايه في تجديد الدوافع عند كل افراد المنظومه. وهنا وصلنا لنهايه الحلقه، ولو الحلقه عجبتكم يا ريت اللايك الجميل والاشتراك الاجمل في القناه، ونشوفكم في حلقه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.